دي صينية جلاش بالسجق والجبن، أحلى وأطعم مرة هتجربوها فيها. مقرمشة من بره ومستوية من جوه، خطيرة ومتأكدة هتعتمدوها على طول. في الحلة أو الطاسة على النار هضيف السجق مقطعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، من غير أي مادة دهنية. هبدأ أقلبه لحد ما يبدأ ينزل كل السوائل اللي فيه، هيبدأ ينزل الدهون والسوائل اللي فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عادي جدا، ما تقلقوش، هتخلص بسرعة. اول ما تبدأ تقل معانا هضيف بصلاية متوسطة، وطبعا الكميات كلها هكتبها لكم تحت الفيديو. هبدأ اقلب السجق مع البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما السوائل كلها تختفي تماما. زي ما انتوا شايفين هي بتختفي والبصل بيبدأ ياخد لون. هبدأ بعد كده اضيف باقي الاضافات، والاضافات دي اختيارية، ضيفوا الاضافات اللي تحبوها. انا اخترت فلفل الوان مع فلفل حار، برضو ده اختياري. وكمان التوابل ملح وفلفل واي توابل للحمة بتحبوها، وبابريكا مدخنة. هدي كل ده تقليبة كويس قوي. عايزة اقول لكم الروايح خطيرة، هديهم تقليبة كده مع بعض. وبعد كده هسيبهم على النار لحد ما يستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبه على جنب، وهنا محضرة بضاية عليها رشة من الفلفل، وكمان اكيد هنظبط الملح. وهضيف كمان كوباية مليانة من الحليب العادي، وكمان هضيف من 3 ل4 معالق من السمنة. الجلاش بيحب السمنة. هضيف من 3 ل4 معالق من السمنة، وبعد كده هقلبهم كده تقليبة. هقلب الخليط ده، وهو ده الخليط اللي انا هستخدمه في صينية الجلاش بتاعتنا. بعد كده في الصينية من تحت هضيف معلقة كبيرة من السمنة، هوزعها كويس. وهنضيف اول طبقة، انا بحب استخدم طبقتين مع بعض لان طبقة واحدة بتبقى خفيفة قوي. هحط اول طبقتين، وبعد كده هاخد الخليط بتاعنا وهوزعه على الجلاش بالشكل ده. طبعا وزعوا كمية كويسة عشان يتشربها كويس ومبقاش ناشف معاكم من جوه. وبعد كده اكيد هنضيف طبقتين تانيين، وهنفضل نكرر كل الطبقات دي. انا بحب الجلاش يكون 4 طبقات تحت، وبعد كده بضيف الخليط. انا هنا استخدمت جبنة كريمي، هوزعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن نستخدم اي نوع جبنة، بس بحب الجبنة كريمي تحت. وهوزع عليها كل كمية السجق اللي احنا حضرناه. طبعا الكميات دي ممكن تزيد او تقل حسب ما تحبوا. واخر حاجة بحب اضيفها من على الوش هي جبنة موتزاريلا. ممكن نستخدم برضو اي جبنة تانية بتحبوها، بس انا بحب طعم الموتزاريلا. احط كمية كويسة، وبعد كده هنرجع نضيف باقي طبقات الجلاش. انا بحط 4 طبقات من تحت، وبعد كده الخليط و4 طبقات تانيين. وبين كل طبقة بحط كمية من الخليط اللي احنا حضرناه. بعد ما هنخلص كل الطبقات هنقطعها بالشكل والأحجام اللي تناسبنا، وهناخد باقي الخليط هنوزعه عليها من على الوش زي ما انتوا شايفين كده. وهنتأكد طبعا ان هو اتوزع كويس. هنقلب الصينية عشان نتأكد ان هو اتوزع كويس. وكده خلاص وصفتنا جاهزة تدخل الفرن. سهلة جدا وسريعة وهتعجبكم قوي. هدخلها الفرن على درجة حرارة 190، الرف وسط، لحد ما تستوي. هي هتاخد لون من تحت ومن فوق وتتقدم. لازم تجربوها، ومتأكدة هتحبوها، ومتأكدة هتعجبكم. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة، ومستنية تطبيقاتكم.